السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى طاجن مسقعة بالخل والثوم بطعم وريحة زمان بدون لحوم. قدمته النهاردة مع عيش وخيار وجزر وزيتون مخلل، وده الزيتون اللي احنا عملناه مع بعض السنة اللي فاتت. وندخل مع بعض على الوصفة. نسمي الله. أنا معايا 2 حبة من البتنجان بتاعي يكون طازة. بنعرفه ازاي؟ بيكون القشرة بتاعت البتنجان كده بتلمع، ويكون لون العنق أخضر. لو بقى لون العنق غير كده بيكون البتنجان ده مش طازة. في الوقت ده هبدأ ان انا اشيل العنق كده بتاع البتنجانة من فوق. وطبعا احنا عارفين ان قشر البتنجان بيبقى مليان حديد، فطبعا علشان معدتنا هناخد برضو كده جزء من القشرة، وهنسيب برضو جزء. أعمل البتنجانة الأولانية والتانية بنفس الطريقة. في الوقت ده هبدأ إن أنا أقطع البتنجان لقطع صغيرة على قد اللقمة بالظبط. طب لو سألتيني في الوقت ده ممكن إن أنا أصغر قطعة البتنجان عن كده، هقولك ممكن إن انتي تصغريها، بس هتاخدي بالك إن البتنجان بعد التسوية بيخس شوية. يعني حجم القطع ما بتبقاش بنفس الحجم وانتي بتخرطيها والبتنجان طري. هقطع الكمية كلها بنفس الطريقة، وكده قطع البتنجان بتاعتي كده هتكون جاهزة. هحطها كده ببولة، هحط كده قطع البتنجان كلها كده في بولة، وهنزل عليها كده بشوية من الملح الأبيض. الملح الأبيض فايدته هنا إن هو بيخلي البتنجان بتاعي ما يشربش زيت. هقلبه كده على الجهة التانية واحط برضو شوية من الملح الأبيض. ودي كمية الفلفل اللي أنا هستخدمها في المسقعة. تقدري تقلليها عن كده أو تكتريها حسب الرغبة. في الوقت ده أنا هنضف الفلفل كده من أي بذور موجودة فيه، ودي أسهل طريقة لتنظيف الفلفل من البذور. وطبعا البذور بحطها معايا في طبق جانبي، وبتم الاستغناء عنها على طول. ده آخر قطعة معايا، بفتحها كده من تحت وببدأ إن أنا أطلع منها البذور في طبق جانبي. في الوقت ده هقطع الفلفل بتاعي، هقطعه نفس تقطيعة البتنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وطبعا نوعية الفلفل اللي معايا دي هي الفلفل البلدي. ممكن تستخدمي الرومي لو مش موجود الفلفل البلدي، وتقدري برضو تستبدليه بفلفل حامي حسب الرغبة. يعني ممكن تعملي جزء فلفل بارد وجزء فلفل حامي زي ما تحبي. في الوقت ده انا قطعت كده الفلفل وبقى معايا بالشكل ده. وفي طاسة معايا على النار هنزل بشوية من الزيت النباتي، وهنزل دلوقتي بعد الزيت ما يسخن هنزل بكمية الفلفل اللي انا قطعتها معاكو. هنزل كده بكمية الفلفل. وطبعا الفلفل مش بنحمره تحمير كامل، احنا بنخليه بس يدبل بس، لان لو اخد تحمير كامل بيدي طعم كده مرار للمسقعة وما بيبقاش حلو خالص. في الوقت ده الفلفل كده معايا خلاص استوى. هبدأ ان انا اطلعه على منديل ورق، وبالمصفى كده بصفيه كويس قبل ما بخرجه من الطاسة، وبحطه على منديل ورق علشان يصفي اي زيوت زيادة فيه زي ما انتوا شايفين كده معايا. وفي الوقت ده انا خلصت الفلفل وده كان شكله. هنزل دلوقتي بالبتنجان بعد ما قعد ساعة. حط عليه ملح، غسلته كويس تحت المية الجارية، وبقى معايا زي الفل معايا زي ما انتوا شايفينه كده. نزلت بالبتنجان كده في الزيت، وهبدأ ان انا احمره. وطبعا ما بياخدش معايا اي وقت خالص. اول ما بياخد اللون الاحمر ببدأ ان انا اقلبه على طول. وطبعا انا جايبة معاكم تسوية البتنجان كلها، يعني ما قصتش منها اي حاجة علشان اوريكم برضو ان البتنجان معايا ما شربش زيت ولا اي حاجة. والسر في معلقة واحدة من مطبخك،
وهي معلقة الملح اللي أنا حطيتها على البتنجان وهو طري. في الوقت ده البتنجان بتاعي احمر، هبدأ إن أنا أصفيه بالمصفى كويس جدا، وأخرجه وأحطه على منديل ورق علشان يصفي الزيت الزيادة. وهبدأ أنزل بباقي كمية البتنجان الموجودة معايا في الزيت، وأول ما تحمر هبدأ إن أنا أقلبها على الجهة التانية، وبعد ما تحمر من الجهة التانية هخرجها من الطاسة وهصفيها كده في المصفى كويس جدا، وهحطها بقى معايا في الطبق اللي أنا حطيت عليه منديل ورق. شايفين معايا كمية الزيت مقلتش ولا أي حاجة، ما شاء الله اللهم بارك. في الوقت ده في حلة معايا على النار هنزل كده بشوية من الزيت اللي أنا قليت فيه الفلفل والبتنجان، وهسيب الزيت يسخن، وبعدين هنزل عليه ببصلاية متوسطة مفرومة ناعم، وهبدأ إن أنا أقلب فيها كويس جدا لحد ما تاخد اللون البني الفاتح. أول ما تاخد اللون البني الفاتح ده هتدي طعم جميل جدا للمسقعة. وطبعًا في نُص التسوية زي ما أنتم شايفين كده معايا، هانزل ب2 فص من التوم مفرومين ناعم. أول ما أشم ريحة التوم كده، هابدأ إن أنا أنزل بعصير الطماطم على طول. عصير الطماطم هو عبارة عن عصير 2 حبّة طماطم وسط. هاقلّب كده عصير الطماطم مع التوم والبصل بتوعي، وهانزل كمان بربع كوباية من عصير الطماطم المُركّز، ممكن تستبدليه بمعلقة كبيرة من الصلصة. في الوقت ده هانزل بالبهارات، هانزل برشة من الفلفل الأسود، وهانزل برشة من الكمون، ورشة من الكزبرة، ودي هتكون التوابل بتاعتي. وهانزل طبعًا بالملح والسكر، رشة كده من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم. في الوقت ده نزلت بالفلفل وهاسيبه كده يكمل تسوية مع التسبيكة بتاعتي، وهانزل كمان بمعلقة كبيرة من الخل الأبيض، تقدري تنزلي بيها دي في الوقت ده أو تنزلي بيها على البصل وهو بيتحمر. في الوقت ده كده التسبيكة بتاعتي كده اتسبكت والفلفل معايا استوى. في الوقت ده حطيت نص كوباية من المية السخنة، وهانزل دلوقتي بالبتنجان. والبتنجان بتاعي ما بياخدش أي تسوية خالص، لأنه القلي بالنسبة له هو كده يعتبر استوى. فلما باحط البتنجان ما باقلبش كتير علشان البتنجان بتاعي ما يتهريش ويفضل واحدة بوحدتها. هاسيبه كده يغلي غلوتين كده على النار، يعني حوالي دقيقتين كده، وبعد كده هاطفي عليه النار على طول، وهاجيبه كده وهاحطه معايا في الطاجن. وده شكل الطاجن اللي أنا هاحط فيه. هانزل بالمسقعة بتاعتي كده في الطاجن، وده هيكون شكلها. وطبعًا أنا هادخله الفرن على درجة حرارة 200، يعني ياخد غلوة والتانية كده، وهابدأ إن أنا أخرجه على طول. في الوقت ده كده أنا باساوي وش الطاجن، وهادخله كده الفرن، وهامسحه الأول كده من برّه. وده شكل الطاجن بتاعي بعد ما خرج من الفرن. اللهم بارك، الريحة جميلة جدًا. يعني لو عملتيه ولادِك هيسألوكِ أنتِ عاملة إيه للغدا، مش هيصدقوا خالص إن دي ريحة المسقعة. اللهم بارك، جميلة جدًا. أتمنى لو عجبِك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة، وتسيبي لي رأيِك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.